صباح الورد، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل ميني بيتزا بطريقة سهلة خالص وبسيطة، تنفع اللانش بوكس المدرسة، للتجمعات، الأعياد، الميلاد. أسهل حاجة ممكن تعملوها، وكمان بتطلع كمية كبيرة. النهاردة هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. يلا نشوف الطريقة عاملة ازاي. عندي 160 جرام من الدقيق، طبعا بستخدم دقيق متعدد الاستخدامات، وعليهم معلقة ممسوحة من السكر، ورشة من الملح، ونص معلقة من الخميرة الفورية. أنا عارفة إنه نص معلقة من الخميرة كمية كبيرة على 160 جرام، بس بما إنه إحنا في شتا فحبيت أزود الخميرة شوية علشان تساعدها تختمر بسرعة. طبعا أنا متأكدة إنه الخميرة بتاعتي شغالة وفعالة كويس، عشان كده أنا حطيتها على الدقيق على طول. لكن لو مش متأكدين من الخميرة بتاعتكم، ممكن نحطها في شوية مية نختبرها، ونستنى عليها 10 دقايق. أول ما نلاقيها بدأت تتفاعل ننزل بيها على الدقيق. وأنا عايزة عجينة البيتزا بتاعتي تكون غنية، فهعجن بلبن. طبعا لو ما عندكمش لبن سايل ممكن نستخدم لبن بودر. حلاوة اللبن في عجينة البيتزا بيديها طراوة. وطبعا لو عايزين تحطوا بيضة تضيفوها للعجينة، دي حرية شخصية. أنا عن نفسي ما بحطش أي بيض في عجينة البيتزا، بس أنا بشوف ناس كتير بتحط بيض في العجينة علشان يعني تكون غنية اكتر. انا بس بكتفي باللبن، لبن كامل الدسم، بعجن بيه. يعني بصراحة ممتاز. مش عايزين برضو تضيفوا لبن لا بودر ولا سايل، برضو مفيش مشاكل خالص. عجنتها عجنة حلوة خالص، واول ما الدقيق اتلم معايا ووصلت للقوام المطلوب، نزلت بمعلقتين زيت على العجينة وكملت العجن بتاعها لحد ما حصلت على عجينة ناعمة، يدوب بتلسق خفيف، وسيبتها اختمرت. وبعد كده بعد ما اختمرت يدوب اتضاعفت، فردتها على سطح مدهون دهنة خفيفة من الزيت، وببدأ افرد. طبعا عايزين تفردوا بايديكم زي ما انا عاملة كده، عايزين تفردوا بالنشابة، مفيش مشاكل. طبعا المعروف عن الماني بيتزا بيكون السمك بتاعها اتخن من البيتزا العادية، اللارج بيتزا. فاحنا يعني بنخلي السمك بتاعها كده يعني نص سنتي. وبعد كده جبت قطعت الدونات وبدأت أشكل بيها البيتزا علشان الكل يكون نفس المقاس. ولو قطعت الدونات مش متاحة، ممكن نستبدلها بغطا كسرولة أو كوباية كده واسعة نقطع بيها. ممكن نعمل كمان الميني بيتزا أصغر من الحجم اللي انتوا شايفينه، وممكن كمان نكبره سيكة شوية، يعني على حسب الأداء المتاح عندكم في البيت، وممكن نستخدمها، هتبقى حلوة زي العسل. بعد ما قطعت كل الكمية بتاعتي هحطهم في صينية عليها ورق زبدة مش مدهونة خالص. وطبعا العجينة الحوالين الميني بيتزا دي هلمها كمان مرة، واسيبها تريح دقيقتين 3، وافردها واعمل منها كمان. انا هعمل 12 واحدة من العجينة بتاعتي، وباقي العجينة هعملها كده واحدة ميديم. يعني بالظبط 160 جرام هيطلع معاكم من 15 واحدة ل17 واحدة. كمية كبيرة جدا. تخيلوا لو عملتوا كيلو من الدقيق هتطلعوا كمية قد إيه. يعني لو عندكم حفلة هتعملوا كيلو دقيق، هيطلع لكم كمية كبيرة. يعني ممكن يعمل معاكم 100 واحدة ميني بيتزا. كيلو دقيق يطلع حوالي 100 بيتزاية. طبعا هنا بعد ما خلاص حطيت البيتزا بتاعتي في الصينية، جبت صلصة عادية خالص، حطيت كده نص معلقة على كل واحدة. ولو عايزين تستخدموا كاتشب مفيش مشاكل. انا استخدمت صلصة عادية خالص من المعلبة، بس الصلصة اللي انا مستخدماها بيكون متضافلها شوية من الاورجانو. بس كده، فانزلت بنص معلقة على كل واحدة، وشوية من الجبنة الموتزاريلا. هعمل 6 من البيتزا بالخضار بالبصل والفلفل. طبعا لو عايزين تضيفوا مشروم، تضيفوا زيتون، تضيفوا فراخ، تضيفوا تونة، اللي انتوا حابينه، مفيش اي مشكلة خالص. انا بس هعمله بالبصل والفلفل، وهسيب 6 بالجبنة بس. بعد كده هدخلهم الفرن، فرن سخنة على الرف اللي في النص، بياخدوا يعني حد اقصى تلت ساعة. بيطلعوا لنا بالشكل القمر ده على الرف اللي في النص. طبعا بياخدوا اللون من فوق ومن تحت، لا ببدل ولا ارفع على صينية فوق ولا صينية تحت ولا اي حاجة. احنا ندخلهم بس على الرف اللي في النص، بياخدوا تلت ساعة بيطلعوا لنا بالشكل القمر ده. شايفين كمان اللون من تحت عامل ازاي؟ رهيب رهيب. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. طريقة سهلة خالص وبسيطة، وكمان كل ولاد هيحبوها. يعني عندك حفلة زي ما قلت لكم، عيد ميلاد، اي مناسبة، الميني بيتزا بيطلع لك اكبر كمية.
سهلة خالص وبسيطة ومفيش أحلى من كده. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم، ما ننساش لايك وشير للفيديو. أشوفكم على خير. See you. باي باي.